إخواني أخواتي متابعي قناة عام رشيد تسجيل البناء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي ولا أختي، إذا كنت مغربي ولا مقيم في المغرب وعندك بطاقة سيم سواء اتصالات ولا أورانج ولا إنوي، هاد الفيديو راك يخصك. قبل ما نبداو في الشرح، إذا كنتي كتشوف القناة أول مرة ما تنساش تشترك عندنا في القناة، دير تفعيل الجرس باش يبقى يوصلك الجديد ديالنا، ودير مشاركة مع الإخوان والأخوات باش توصل الفائدة لجميع الناس. إخواني أخواتي، كيف ما قلت لكم، إذا كنتي مغربي ولا مقيم في المغرب وعندك بطاقة سيم اتصالات ولا إنوي ولا أورانج وما مسجلاش في الاسم ديالك، الحكومة المغربية راه صدرت واحد البيان وخرجت بواحد القرار اللي هو قرار رسمي بخصوص الأرقام الهاتفية المجهولة الهوية. إذا عندك رقم ما مسجلوش في الاسم ديالك وخدام به، حاول تمشي لأقرب وكالة باش تسجل الرقم ديالك، لأنك غتفقد الرقم ديالك بشكل نهائي. ولا يمكن لك تسجلو غير من واحد الابليكاسيون اللي طارقينو شركات ديال الاتصالات وانوي اورانج، يمكن لك تيليشارجيه من جوجل كروم وتسجل فيه غير بالمنزل ديالك. في النهايه ديال الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نخلي لكم الرابط ديال هاد السيتات اللي غتسجلوا فيهم. كما قلت لكم الاخوان والاخوات، الحكومه المغربيه راه اعطات واحد المهله وواحد المده محدده لاصحاب الشركات الوطنيه ديال اتصالات المغرب والشركه ديال اورانج وانوي بخصوص هذه الارقام الهاتفيه المجهوله الهويه. عطاتهم المده اللي هي مده ديال 3 شهور، يعني هاد الشركات غادي تواصل مع الزبناء ديالها باش يلتحقوا بالوكالات ويسجلوا الارقام الهاتفيه ديالهم. ملي غتوصل هاد المده المحدده كيف ما قلت لكم اللي هي 3 شهور وما التحقوش الزبناء وما سجلوش الارقام ديالهم، غيتم التوقيف ديال الارقام ديالهم بشكل نهائي. الاخوان والاخوات، بزاف ديال الناس سولوني من قبل وقالوا لي كيفاش نحاول نرجع الرقم ديالي وكيفاش يعني نسجل الرقم ديالي، وبزاف ديال الاسئله. كما كتعرفوا انا في الصفحه ديالي داير الكترو رشيد وكيتواصلوا معي الزبناء ديالي، ولكن انا راه قلت لهم الاخوان والاخوات هذاك الشيء راه ما بقاش نافع. دابا القرار واحد والحل واحد، وهو تسجلوا الرقم الهاتفي ديالكم. من قبل كان يمكن لك تسجل غير بالبطاقه الوطنيه وكاينين بزاف ديال الحلول، ولكن الاخوان والاخوات حاليا الحل اللي عندكم هو تسجلوا البطاقه ديالكم. بزاف ديال الاخوان والاخوات غيقول لك الا بغاو يديو هذه البطاقه غير يديوها. اخي ولا اختي، بالعكس، البطاقه هذه الا مشات لينا راه حنا هما الضحيه. علاش؟ كاين بزاف ديال الاخوان والاخوات هاد الارقام الهاتفيه خدامين بها ولا رابطينها مع الحسابات ديالهم ولا مع الكونطاس ديالهم ونساو عليها وما في خبارهمش. وكاين الناس اللي ما قارياش الله يحسن العوان وما عندهمش الخبر على هذا الشيء هذا. انا نعطيكم امثله الاخوان والاخوات باش تعرفوا بان هذا الرقم الهاتفي هذا راه مهم. مثلا انت عندك الحساب ديال الفيسبوك، ولا عندك صفحه، ولا عندك قناه على اليوتيوب، ولا عندك جيميل ديالك، ولا عندك واتساب ديال الاعمال مرتبط بهذا الرقم الهاتفي اللي ما مسجلش عندك بالاسم ديالك. النهار اللي غتلحق المده ديال 3 شهور هذه ويتم التوقيف ديال الرقم الهاتفي ديالك، انت مستحيل اخي ولا اختي باش غادي تدخل الكونت ديالك الحساب ديالك، سواء كان فيسبوك ولا انستغرام ولا تيليجرام ولا تيك توك ولا يعني جميع المواقع، ما تقدرش تخليها. ملي تبغي تخليها غيطلبوا لك تحديد الهويه. تحديد الهويه كتم يعني بالرقم الهاتفي، كيصيفطوا لك فيه واحد الرمز ديال التاكيد. يعني الا تم التوقيف ديال هذا البطاقه هذه ديال هذا الرقم هذا، انت ما غاديش توصل بهذا الرمز باش دير اثبات الهويه. لهذا الاخوان والاخوات، اي واحد فيكم عنده نمره ديال التليفون ما مسجلاش في الاسم ديالو ومحتاجها ولا خدام بها، يحاول يسجلها في الاسم ديالو باش ما يفقدها نهائيا، لان راه المده والاجل محدد. وهذا القرار يعني راه قرار رسمي وبيان رسمي صدرته الحكومه. لهذا الاخوان والاخوات كنصحكم. نعطي لكم مثال اخر ومثال اكبر بالنسبه للناس اللي كيستافدوا من الدعم الاجتماعي. بزاف ديال الاخوان وبزاف ديال الناس كاينين في الباديه وكاينين في المدينه، يعني عطاو النماري ديال التليفون ديالهم
يعني ربطوها مع الجيميل ديالهم باش يعني باش تسجلوه في ديك المواقع ديال الدعم الاجتماعي. وغالبا وبزاف ديال الناس ما مسجليش الارقام ديالهم، يعني الناس ديال الباديه كيشريو لاكارت عاديه خدامين بها، الامر عادي وكلشي مزيان. ولكن الاخوان والاخوات هنا الا داو لكم لاكارت ديالكم راه غادي تفقدوا التواصل مع اصحاب الوكالات مثلا، ولا فين كيجيكم الميساج ديال الدعم. لهذا كنصحكم باش تمشيو تسجلوا الارقام ديالكم ولا تلتحقوا، والا كان هذا الرقم مخدامش ليكم سيروا للمقاطعه ولا الجماعه ولا البلاصه فين تسجلتوا اول مره في الدعم الاجتماعي، وحاولوا تبدلوا الرقم التليفون اللي نتوما خدامين به ومسجل في سميتكم، لان مستقبلا ومن بعد ما تكمل هذه المده المحدده اللي حددتها الحكومه، ما غاديش يبقاو هاد النماري العشوائيين وهاد النماري المجهولين الهويه خدامين بشكل نهائي. لهذا الاخوان كنتمنى تكون الرساله واضحه، وكنتمنى يكون هذا الفيديو مفهوم، وكنتمنى من الجميع اللي شاف هذا الفيديو هذا يبارطاجيه مع الناس باش يستافدوا، لان راه كاين بزاف ديال الناس ما شافوش هذا الفيديو هذا وما شافوش هذا البيان الرسمي اللي صدرته الحكومه، وهما النمر ديالهم راه محتاجينها وخدامين بها. والاخوان والاخوات اللي ساكنين في الباديه نعطيكم ابليكاسيون اللي يمكن لكم تسجلوا بها، لان كتكون الوكاله بعيد عليكم وخصكم تشدوا ترونسبور وتمشيو للمدينه تلتحقوا بالوكاله وبلاجونس باش تسجلوا الرقم ديالكم. هاد الشركات ديال الاتصالات وانوي واورانج راه سهلت القضيه واحد شويه، دارت واحد الابليكاسيون اللي تابع ليها كل شركه، عطات ابليكاسيون ديالها تابع ليها يمكن لك تدخل ليه وتكتب المعلومات ديالك، كتصور البطاقه الوطنيه لاكارت ديالك من الجهه الاماميه والخلفيه، وكتكمل يعني ملي كتدخل هاد الابليكاسيون كتلقى المعلومات، كتبع الاجراءات وكتسجل، وانت هاني ومهني. من بعد الفيديو غادي نخلي لكم الرابط ديال هاد الابليكاسيون هادي فين غادي تسجلوا اسفل الفيديو. وتحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمه الله، ونتلاقوا في فيديو جديد. تحياتي للجميع.